وبعد ما شفنا اللي لين وصلت له رسالة من شخص مجهول عشان يروح للغابة اللي ورا الجبل الساعة 8:30 اللي بيكون بالليل علشان يقابله، والشخص المجهول ده بعت له ان عنده دليل مهم في قضية ابوه وامه ولازم الدليل ده يديهوله شخصيا. وقتها لين بيقول لنفسه انا كده ممكن هثبت براءة اهلي، وفي نفس الوقت بيستغرب يا ترى ممكن فعلا الدليل ده يجي لحد عنده بسهولة كده. في الوقت ده بيشك ان ممكن يكون فخ من حد من اعدائه وعشان يوقعه، خصوصا ان اعدائه كتروا. لكن بيرجع لين وبيقول لنفسه مهما حصل انا لازم اروح اقابل الشخص الغامض ده، ولو كان في نيته يخدعني هقضي عليه وخلاص. وطول الطريق لين عنده شك ان الموضوع ممكن يكون فخ من حد علشان يوقعه، بس بيقول لنفسه حتى لو كان فخ بس الموضوع له علاقه بابويا وامي فمش ممكن اسيب الموضوع كده ابدا، انا لازم اشوفه ايه اللي بيحصل. في اللحظه دي سو بتكون معديه في الشارع فبتلاحظ ان لين خارج بسرعه وفي الوقت المتاخر ده، وهنا بتقول لنفسها يا ترى هو رايح بسرعه كده ليه ورايح فين، لازم اشوف ايه اللي بيحصل معاه. في الغابات اللي ورا الجبل بتستخبى لين ورا الشجره وبيبعت رساله للشخص المجهول انه وصل بس مش شايفه في المكان. وقتها الشخص ده بيقول له انت مستخبي ورا الشجره ليه، هو انت مش واثق فيا ولا ايه؟ فبتفاجئ انه بيقول لنفسه هو ازاي عارف ان انا مستخبي ورا الشجره، واضح انه حد مش سهل ابدا، اكيد الراجل ده مكار جدا. وبيكشف لنا عن نفسه. في الوقت ده بيلاحظ ان سو هي كمان موجوده في المكان، وساعتها بيقول لنفسه يا ترى ايه اللي جاب سو هنا. فجاه بتظهر له هاله من القوه وبيظهر المعلم ماجيا، فبيتفاجئ لين وبيقول لنفسه هو ايه اللي جاب المعلم هنا. وبيقرب لين من المعلم وبيقول له ابويا وامي ابرياء، ليه الناس دول ورطوهم في حاجه زي دي؟ فبيرد المعلم وبيقول له واضح ان انت مهتم قوي بالقضيه دي، وبيضحك ضحكه كلها مكر وبيقول له اهلك كان لازم يتورطوا في الموضوع ده عشان كان لازم ناخد جامعه فان غيون من ايدهم، وللاسف الجامعه دي وقعت في ايد عيله ليو. فبيتفاجئ لين وبيقول لنفسه ازاي ده ممكن يحصل، معنى كده ان جامعه فان غيون والمديره كمان كلهم متورطين في القضيه دي. وبيفتكر لما اهله كانوا بيودعوه وبابا قال له ايا كان اللي هيحصل معاك في المستقبل لازم تبقى قوي. مامته قالت له لما تكبر لازم تروح جامعه فان غيون، هي دي المدرسه اللي ابوك وامك جهزوها لك. وقتها لين كان عمال يعيط جدا على اهله، وهنا المعلم بيظهر عن حقيقته وبيقرب من لين وبيقول له بكل مكر وبما انك مالكش اي لازمه انا هقول لك مين العقل المدبر ورا كل اللي بيحصل ده، وكل ده عشان في نيته يغدر بلين ويقتله. وفعلا بيطلع سكينته عشان يضرب لين، فبيتفاجئ ان لين بيختفي من قدامه وبيظهر وراه وبيكون حوالين لين قوه رعديه قويه. في اللحظه دي المعلم ما بيتفاجئ وبيقول هو ايه اللي بيحصل بالظبط، ازاي ما قدرتش اخدعه؟ فبقول له لين ايه اللي انت عايز تعمله يا جدع، انت حتى واحد من الناس اللي اشتركوا ولفقوا الموضوع لاهلي. فبيضحك المعلم ما ضحكه كلها شر وبيقول له انت بقيت ذكي قوي وايه المشكله في كده، وفي كل الاحوال انت هتموت الليله دي. وبيستدعي المعلم ما قوه وحش شياو تيان، فبيظهر وحش قوي له رجلين زي العنكبوت ومقصات زي العقرب. فبيتفاجئ لين وبيقول لنفسه الوحش ده اكيد على مستوى اسياد الحرب، ولسه الوحش هيمسك لين بمقصاته. وقتها لين بيحمي نفسه بدرع من القوه الرعديه وبيقول لنفسه يا ترى القوه اللي عند عيله ما هي السيطره على الوحوش الغريبه دي. وهنا المعلم ما بيقف بكل قوه وبيضحك ضحكه شريره وبيقول له وحش تيان لسه مجرد وحش صغير بس عنده قوه كبيره جدا، واكيد هيقتلك المره دي وهينتقم منك وبكده هيخلص منك خالص. فبيتفاجئ لين وبيقول له واضح ان انت اللي امرت الوحوش الفضائيه تهاجمني المره اللي فاتت. في الوقت ده المعلم ما بيدي الامر لوحش تيان يقتل لين، ساعتها سو بتتدخل وبتستخدم الحاجز المتجمد. وقتها لين بيكون واقف متفاجئ وبيقول لنفسه زي ما هو متوقع من سو لازم تحاول تحميني مهما كان الموضوع، بس هي كده هتتدخل نفسها في مشاكل كتير. وفي وسط كل ده بيلفت نظر ان ستايل سو الجديد مخليها جميله جدا وشكله كده هيقع في حبها. في الوقت ده المعلم ما بيغضب وبيقول لسو حلو قوي، ما كنتش اتوقع منك انك تيجي انت كمان، تمام قوي كده خلونا نصفي شويه الحسابات مع بعض. فبتغضب سو بتقول له اخر مره وقعت في حبك غلطت معايا كتير. فبيرد المعلم ما وبيقول لها انا عارف بس على اي حال انتوا هتموتوا النهارده واخلص منكم. وبيستخدم قوته وبيتحكم في الشجر وبمجموعه من الفروع اللي محاوطها بهاله من القوه. بيضرب سو ووقتها سو بتستخدم قوه الحاجز الجليد وبتصد الضربه بكل قوه. في نفس الوقت لين بقوه الرعد الجباره وبعينيه اللي بتشع قوه بيهجم على وحش تيان وبيضربه ضربه قويه وبيرميه بعيد. لكن بيتفاجئ ان وحش تيان عنده زوج من المقصات المعزوله ودول بيمنعوا قوه البرق انها تخبطه. وفي اللحظه دي لين بيقول كده البرق مش هيأذيه ابدا ولا حتى هيأثر عليه. وهنا بيطلب من سو تحاول تلهيهم شويه عنه على ما يظبط نفسه ويستعد ليهم. فبتقول له سو هحاول على قد ما اقدر. وفي الوقت ده بيحاول لين يخترق وفعلا بيوصل المستوى المتوسط للمستيقظ، لكن بيفكر ان حتى القوه النهائيه للمستيقظ مش هتكفي عشان يقتلهم. وهنا بيقول لنفسه انا لازم اشوف لو اقدر اخد مهارات جديده، هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تساعدني. وبيفتح لنا النظام عشان يشوف لو هيقدر ياخد مهارات جديده ولا لا. فبياخد البطاقه الذهبيه وبيضحك وبيقول خلينا نشوف هنروح بالزمن فين المره دي. فبيتفاجئ لين انه بيوصل لعالم شوانشيا وده عالم الاباطره. وفي العالم ده بيشوف اتنين من الاباطره بيقاتلوا بعض، واحد منهم بيستخدم قوه السيف اللي بتجيب الالاف من السيوف، كان في مطر ومن السيوف الطائره
الطائره اللي بتستعد عشان تضرب العشيره. فبيتفاجئ لانه بيقول الحركه دي جامده قوي، وفجاه بيظهر زي ارنب كده تبع النظام وبيقول له انا جاي لك مجانا واخيرا خرجت، ما كنتش اتوقع ان انا هخرج على معركه بين ملوك الارض. فبيتفاجئ لانه بيقول له انت ايه بالظبط؟ وقتها الارنب بيقول له انا معالج النظام، وبيشد ايد لينو وبيسحبه لفوق عشان يطير بيه في الجو، وبيقول له مفيش وقت يلا بسرعه عشان تركب العربيه اللي مستنياك. فبيستغرب لينو وبيقول له عربيه ايه اللي مستنياني في السماء؟ وازاي يعني انت معالج النظام؟ وبتكون العربيه اللي بيتكلم عنها معالج النظام عباره عن سيف طائر بيركب عليه لينو، وبيستغرب وبيقول هو ايه اللي بيحصل لي هنا؟ في الوقت ده بيقول له المعالج انت هنا عشان تدور على القوه، فطبيعي في مخاطر هتقابلك عشان تنهب القوه دي، ولا انت مش عاوز كل ده يا صاحبي؟ وهنا النظام بيبلغ لين انه مطلوب منه ينهب القوه العظمى للامبراطور اللي بيستخدم قوه السيوف. فبيفرح لانه بيقول شكل اللعبه هتحلو، انا ما تخيلتش ان اقدر اخد قوه مذهله زي دي، خلينا ننهبها على طول. وبيضرب لين الامبراطور من الظهر وبينهب القوه العظمى منه، وقتها السيوف بتحوطه من كل مكان. فبيخاف معالج النظام وبيقول انا مش عاوز اموت، خرجنا من هنا بسرعه. وبينزل عليه مطره من السيوف. في الوقت ده بتكون سوف المعركه مع المعلم ما ووحش شياو تيان، وهنا بتقول لنفسها هو لين اختفى فجاه ليه وراح فين؟ وبيستغل المعلم ما الفرصه وبيقول لها للاسف لين فان جباعك عند اول لحظه وخد بعضه وهرب، فمش هقدر اقتله دلوقتي بس لازم اقتلك. وبيقوم الوحش شياو تيان يخلص عليها، فبيهاجم الوحش سو بكل قوه وبيرميها بعيد، وبيكون الوحش قوي جدا لدرجه انه بيلزق سو في الشجره. فبتتفاجئ سو وبتقول لنفسها الوحش ده غريب جدا وانا مش هقدر عليه. فجاه بيظهر لين وحواليه هاله من القوه وبيصد قوه وحش شياو تيان بكل قوه. فبتتفاجئ سو وبتقول له انت ايه اللي رجعك؟ وبتقول لنفسها انا ليه حاسه ان لين بقى اقوى تاني، هو ايه اللي بيحصل معاه بالظبط؟ فبيقول لها لين اكيد كان لازم ارجع، امال مين اللي هيتعامل مع شويه الزباله دول؟ انت جيت في الوقت المناسب عشان اقتلكم انتم الاثنين. وبيغضب جدا وفجاه بيفضل يصرخ وبيتكون عليه هاله جباره زي ما بتكون قوه انفجرت. فبتتفاجئ سو بتقول ده اكيد خد دواء محظور عشان يزود قوته. فبيرد لين وبيقول زي ما هو متوقع نفس الاشكال الزباله اللي في عيله تشو هم كمان برضو اللي بيستخدموا حاجات تساعدهم يزودوا قوتهم. وهنا المعلم ما بيتباهى بنفسه وبيقول له نسيت اقول لك على حاجه، انا صاحب الاجنحه المزدوجه غير ان انا بتحكم في الشجر وبتواصل مع الحيوانات الغريبه. فبيبتسم لين وبيقول له وانا القوه العظمى اللي عندي بتنقسم ل3 أو 6 أو 9 مستويات زي ما انا عاوز، واتعلمت لك مهاره جديده النهارده، فخور قوي بنفسك كده ليه؟ تعالى لي انت والوحش الزباله اللي معاك وانا هعرفكم يعني ايه مهارات جديده. في اللحظه دي المعلم ما بيهاجم لين بكل قوه، بيأمر وحش تيان يقتل سو. وقتها لين بيغمض عينيه ومستعد عشان يستخدم المهاره الجديده، وبيتواصل مع القوه العظمى اللي خدها من الامبراطور وهي مهاره السيوف الطائره. وبتكون اول خطوه لازم يعملها عشان يقدر يستخدم المهاره دي انه يحس كل السيوف حواليه في كل مكان. فبيستدعي علينا عدد كبير جدا من السيوف الطائره اللي بتتحرك في كل مكان. فبتفاجئ سو بتقول هو مش القوه اللي عنده هي قوه البرق. في الوقت ده المعلم ما بينصدم وبيقول مستحيل، مش ممكن ابدا تصحي قوتين، مش ممكن تكون مزدوج القوه. فبيرد لينو وبيقول له هو مين اللي قال لك ان انا مزدوج القوه؟ انت مجرد ضفدع. فبيرد ما وبيقول له ما بتقدرش تتعلم مهارات الا من الوحوش الغريبه، فعمرك ما هتيجي حاجه جنبي. وهنا المعلم ما بيخاف وبيطلب من وحش شياو تيان ينقذه. في الوقت ده لين بيضربه ضربه واحده بس، لكن بيحس ان قوته خلصت وانه مرهق، وبيقول له معالج النظام انت اللي صحيت قوه السيوف الطائره حالا وسيطرت على سيوف طائره كتير في وقت واحد، فطبيعي جسمك مش متحمل كل ده. فبيضحك المعلم ما وبيفتكر ان كده خلاص هيقدر على لين، وبيستخدم ما قوه التحكم في الشجر وبيضحك ضحكه كلها شر وبيقول له واضح ان ما عادش عندك قوه خالص، عشان كده خليني اخلص عليك. في اللحظه دي لين بيقول لنفسه انا لازم استحمل شويه كمان، مش ممكن اقع هنا ابدا. وبيستخدم لين عصا وبيهجم بكل قوته على المعلم ما. وقتها المعلم ما بيقول هو انت اتجننت في عقلك؟ عايز تستخدم عصايه عشان تقتلني؟ لكن لين بيضربه بكل قوه بالعصايه اللي بتخترق جسمه. فبيقع المعلم ما ميت. وهنا لين بيقول له ومين قال لك ان العصايه مش ممكن تقتل؟ وانا بيكون لين خلاص وصل لاخر قوته وبيفقد وعيه ولسه هيقع على الارض. بتجري سو عشان تلحقه قبل ما يقع، وبتشوف انها لازم تاخده البيت عشان يستريح. وبس كده يا صديقي العسل، لو عجبك الملخص ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وان شاء الله هستناك الجزء اللي جاي.